طاقة الشريك اللي فتحنا عليها النهاردة، أول ما تشوفي الفيديو ده تعرفي إن الرسالة دي ليكي من قلب وعقل الشريك. الشريك هنا بيقولك أنا آسف لأني لم أستطيع تنفيذ وعدي. واضح هنا إن الشريك وعدك بحاجات كتيرة جدا، لكن الظروف كانت أقوى منه، وهو لحد الآن محتاج ان هو ينفذ ليكي الوعد اللي بينه وما بينك. تعالي نفتح طاقة الشريك اللي نزلت النهاردة دي ونشوف الشريك عايز يقول ايه الفترة اللي جاية. لو انت لسه بتسمعي الفيديو اتأكدي ان الرسالة دي ليكي، وتعالي نشوف طاقة الشريك بيقول ايه. هل الشريك ده لسه بيفكر ولا خلاص نسي الوعد بتاعه؟ ما تنسيش المتابعة علشان يوصلك كل جديد. طاقة الشريك هنا في الطاروت بتقول ان الشخص ده محتاج فرصة تانية، محتاج ان انت تفتحي الباب اللي اتقفل، لو كنت عملت بلوك ليه او كنت قفلتي الطاقة بينك وما بينه. هو محتاج ان انت تفتحي الباب دوت، لان الشريك ده محتاج يتكلم معاكي في حاجات كتير. هو للأسف حاسس ان الظروف كانت اقوى منه او معرفش يوصلك كل حاجة كانت جواه، لكن هو لسه لحد دلوقتي حاسس بمشاعر وطاقة حب قوية جدا جدا ليكي. انا شايفة ان انت حاولتي تنسي الشريك دوت كتير، لكن للأسف برضو ما قدرتيش تعدي المرحلة ديت. طاقة الشريك هنا بتقول ان هو هيرجع وهينفذ الوعود اللي وعدك بيها، لان الطاقة هنا بتقول ان كان في البعض منكم اختلافات في التفكير، او ان الاهل كانت واقفة بينكم، وان الشريك استسلم بسرعة او سابك بسرعة. الطاقة هنا بتقول ان هو بس محتاج منك ان انت تفتحي الطاقة تاني، او تحسسيه ان انت هتبدأي تستقبلي اي طاقة جاية منه، لان الطاقة هنا بتأكد ان هو لسه بيحب ولسه عنده طاقة ليكي قوية. النهاردة انت محتاجة تستقبلي القراية دي. لو حسيتي ان القراية ليكي اكتبيلي اول حرف من الشريك واستني مني تفاصيل كاملة عن الطاقة او عن الشريك، بيقول ايه وهيرجع امتى، وايه اللي المفروض تعمليه، وايه الخطوة الايجابية اللي المفروض تاخديها الفترة اللي جاية عشان يبدأ الشريك يرجعلك بسرعة وينفذ الوعود تاني.